يا جماعة حصلت النهاردة حاجة خطيرة جدا. أمي كانت هتروح مننا ولحقناها الحمد لله، فحبيت أسجل الفيديو ده عشان تنبهوا أمهاتكم ما يقعوش في نفس الغلطة. وركزي معايا قوي عشان اللي جاي ده مهم جدا. أنا أمي مريضة ضغط عالي، هي ست طيبة جدا وبتصدق أي حد، اي فيديو او بوست يظهر قدامها على الانترنت بتصدقه. بتتابع بقى فيديوهات الاعشاب والتغذيه العلاجيه وكده، وطبعا عمالين يطلعوا لها كل شويه. وطبعا مش كل اللي بيتكلم في المجال ده بيكون دكتور وفاهم وواعي، في ناس داخلينها كده من باب جمع المشاهدات واعلانات القنوات وخلاص. فطلع لها فيديو شغال تاليفه بس بيقول مريض الضغط العالي يقدر يستغنى تماما عن العلاج بتاع الضغط، وهو بس يظبط اكله، ياكل اكل صحي ويشرب كذا وياكل كذا ويركن العلاج على جنب، هيعيش طبيعي زي اي حد من غير علاج. ماما يا حبيبتي طبعا صدقته وجت قالت لنا، كلنا طبعا قلنا لها لا اوعي تسمعي كلامه، دي ناس بتتاجر بصحة الناس. مريض الضغط لازم يمشي على العلاج وما يبطلهوش ولا يبدله الا بامر الدكتور اللي متابع حالته. طبعا ما سمعتش كلامنا وصدقت الاخ اللي شافته على النت اللي عامل نفسه دكتور، وصحت من النوم عملت اللي قال عليه وما خدتش علاجها. وستر ربنا اختي ربنا يبارك لها كانت حاسه انها مش هتاخد العلاج وهتنفذ اللي في دماغها، فراحت لها بجهاز الضغط وقاسته لها، لقيته معدي ال 170 وداخل على 180 على 100. طبعا ده رقم عالي جدا، ولولا ستر ربنا وكرمه كانت ممكن تروح فيها لا قدر الله، لان الرقم ده بيسبب لا قدر الله جلطات ونزيف وفشل كلوي وفقدان بصر. فالحمد لله انه قالها مختي تقيس لها الضغط وتديها العلاج فورا. فرجاء يا اخوات اعرفوا امهاتكم بيتابعوا مين وبيسمعوا مين. امهاتنا لما بيكبروا بيحتاجوا اهتمام ورعاية كأنهم اطفالنا، ما ينفعش نهتم باولادنا وننساهم، لازم المتابعة ويبقوا تحت انظارنا، لان هم بركتنا وهم سبب رزقنا ورضا ربنا عز وجل عننا. كده عليهم، مش كل اللي يقول على نفسه دكتور على النت يبقى دكتور بجد. في ناس بتبيع الوهم والاكاذيب للناس عشان تلم بيه فلوس، ومش مهم بقى اللي بيسمع ده هيجراله ايه، مش مهم روحه، مش في دماغهم اصلا. المهم يقول حاجة غريبة تلم الناس حواليه وتعمل تفاعل، والطيبين اللي وسطينا بيصدقوا. ربنا يحفظكم ويحفظ امهاتكم وكل حبايبكم يا رب. كنت معاكم كنزي زهر.